كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في غابة كبيرة مليانة شجر وطيور وألوان، وفيها أسدين، واحد اسمه سيمبا وكان أسد طيب، والتاني اسمه سكار وده كان أسد شرير. سيمبا كان بيحب يساعد الحيوانات، كل يوم يصحى بدري يساعد الأرنب في لم الجزر، ويساعد السلحفة لما تتعب. حتى العصافير كانت تحبه جدا عشان عمره ما أذاهم. أما سكار فكان العكس تماما، كان دايما يخوف الحيوانات وياخد منهم الأكل من غير إذن، وكل ما يشوف حيوان فرحان يحاول يزعله. وفي يوم من الأيام حصلت عاصفة قوية، الشجر وقع والمطر نزل بشدة، كل الحيوانات خافت وجريت على الكهوف، لكن جه صوت استغاثة من بعيد. كان القرد رفيقي واقع في حفرة، سيمبا جري بسرعة يساعده رغم المطر والريح، ولما وصل شاف إن الحفرة عميقة جدا، فنادى على سكار وقال: يلا يا سكار، ساعدني نطلع رفيقي، لازم ننقذه. سكار ضحك وقال: ها أنا أساعد ليه؟ خليه يتعلم. لكنه لما شاف سيمبا بيحاول لوحده بكل قوته بدأ قلبه يدق بسرعة، وشاف الحيوانات كلها بتبص عليه بخوف. فجأة حس بحاجة غريبة جواه، حس بالندم، نزل بسرعة ومد ايده مع سكار وساعده يطلع القرد رفيقي، ولما طلع حضنهم وقال: شكرا شكرا انكم انقذتوني، شكرا يا ابطال الغابة. ومن اليوم ده اتغير سكار، بقى اهدى وبدأ يتعلم من سيمبا ازاي يكون طيب ومحبوب، وكل الحيوانات سامحته، والغابة بقت مليانة حب وسعادة من جديد. وهنا تكون خلصت الحكاية، ونقدر نتعلم منها إن الطيبة دايما بتغلب الشر، ومفيش حد وحش على طول، كل قلب ممكن يتغير لو شاف حب حقيقي.